شو وقت تقرر تعيد وليش؟ السلام عليكم. اول امس بديت افكر اعيد هيجي فبوعيت صفنت قلت بقى خالي. اول شيء اذا تريد تعيد لازم حرفيا ما تهتم كلام اي واحد. العام من قررت اعيد اهلي اصدقائي خالي خالتي امة محمد كذا كل اقل لا تعيد وما ادري شنو و فانت اذا مقرر تعيد لازم اوكي شيء المقتنع به. ها هي لا تخلي كلام اي واحد ياثر عليك، تسمع كلام من انا طلع من انا وتمشي الحياة طبيعية. الشغلة الثانية لازم انت عندك هدف يسوى، يعني انت مو بس تعيد ويلا اعادة. اذا ما عندك هدف يسوى ما راح تقوم تقرا، راح تظل تسخت وحرفيا راح تضيع السنة وراح تجيب معدل اسوأ من السنة اللي فاتت. الشغلة الثالثة لازم تنظم وقتك، تخلي لك جدول تمشي على المعدة وتحاول تكمل قبل الشهر الثاني. ايش قد ما تقدر حاول تكمل قبل الشهر الثاني حتى يصير عندك وقت مناسب للمراجعة، تخلص به الأشياء اللي عندك فيها نقوصات، تركز على الأشياء الصعبة. فلازم تسوي لك جدول منظم وتمشي عليه وتكمل المهدة من وقت. انه تستغل هاي الفترة فعليا. اكثر فترة تغيرت فيها شخصيتي هي فترة الإعادة. يعني اذا رجع بي الوقت حرفيا ممكن راح اختار الإعادة بس على كمية التغيرات اللي صارت علي. اللي بالك شغلة الإعادة يا ما تسنام عندك شخص شقاقي بالحياة وبشكل عام، يعني لان راح تعطيك قوة تحمل مو طبيعية. يعني هو السادس سنة واحدة ما ينجر عنه بعيد اما حرفيا راح تدمرك دمار. هواي اعرف طلاب ضاعت السنة الثانية معدهم ضاعت دراستهم كاملة ولحد الآن ما مكمل. اللي عاد 4-5 سنوات وبطل، واللي عاد 2 وترك الدراسة. خيار تختار بحذر. انت تشوف نفسك هل انت عندك القدرة والطاقة والتحمل انه انت تعيد سنة كاملة بكل ضيمها بكل تعبها، تتمرض حر برد ما ادري شنو، الضغط مال الامتحانات، صعوبة اسئلة والخ من هاي الاشياء. بيك حيل توكل على الله روح عيد ماكو مشكلة، كلش طبيعي. يعني وراح تستفاد كلش هواي من الإعادة سواء على الناحية العلمية والمعدل أو على الناحية الشخصية. فعليا إذا استغليت فترة الإعادة راح تغير شخصيتك 180 درجة وراح تغير بشكل إيجابي. تفكيرك كامل راح يتغير عن الحياة بشكل عام، حرفيا ما جاي أبو. زين شو وقت تعيد؟ هاي النقطة. العام أخوكم قرر يعيد ورا امتحان الكيمياء مال الدور الأول لأن الرياضيات والكيمياء كنت ضامن إنه امتحان دور أول، فمن أجلتهن قدوا العباس بفضل العيد كان خطأ صراحة، لأن أسئلة الدور الثاني العام جت أسهل وطوا دور ثالث وهاي أسئلته كانت كل الزينة. فهنا أنا أكو شغلتين، إذا أنت أصلا ما مضبط المادة ونص المادة كنت مخلصها لهم وسختت كل شوي بالسنة الأولى، لا أقول لك عيد من هسه ما تفيدك. يعني إذا تريد معدل عيد من هسه ولا ظل دور ثاني ودور ثالث، لأن ما راح تطلع معدل أنت إذا ما ضابط المادة. حتى وين أجت سهلة راح يقسموها على أفصل فما راح تطلع معدل حتى وين كانت سهلة. أما إذا أنت قارئ المادة ومضبطها بس والله يعني بالدور الأول بسبب هاي الأسئلة الخايسة مثلا أجلت لك 4-5 مواد، فلا انتظر امتحن دور ثاني وعسى أول على يطون دور ثالث. يعني إذا أعطوا دور ثالث قبل الثاني فاشمر لك مادتين دور ثاني حتى يعطي لك 50,000 عادي. وامتحن لا امتحن، يعني أيد الامتحان بشكل مو طبيعي. بس إذا أنت كان عندك نقصات في المادة وكان عندك تلخبط في المادة فلا خالي عيد من هسه توكل بالله. زين تاخذ لك أسبوع راحة، حاليا تاخذ لك اسبوع استراحة، تنظم جدولك، تنظم الخطة مالتك مال السنة كاملة ووراها تبدأ تسج. بالنسبة للمدرسين هل تغير المدرسين مالتك بالإعادة أو لا؟ باخلي إذا مدرس أنت تشوفه والله جاي أقرأ عليه بس لأن ما أغير مصدري، فأكبر خطأ جاي أسويه، حرفيا أكبر خطأ. هذا خطأ كنت واقع بيه بالأحياء وغيرت مصدري بشهر يعني كنت أكابر إنه ما أريد أغير المصدر، غيرت مصدر بشهر الواحد وحرفيا من شهر الواحد الشهر السادس العام، يعني اللي هي فترة 5 أشهر بس عدت منهج كامل وطلعت 93 بالأحياء. فلا تكابر. إذا المدرس مو زين ما جاي تفتهم عليه طريقته ما عاجبتك كلش طبيعي روح بدل مصدرك، ما لك علاقة باللي يقول لك والله ذا تبدل مصدرك تضيع الذاكرة لا هاي كلاوات ما لك علاقة خالص، روح بدل مصدرك. المهم إنه أنت مدرس تفتهم عليه، مدرس تشوفه هاي 10/10. ايش تريد تعيد؟ حرفيا يعني انا من فكرت الموضوع وصفنت اكتشفت انه فعليا انا يعني واحدة من الاسباب اللي خلتني اعيد انه ما اريد اطلع من منطقة الراحة الحالية. عقلي تعال هي وين منطقة الراحة شو ما قلت بالاستاذ ما خلي العقل عده انه يسوي شيء حتى وان كان صعب بس متعود عليه افضل بمليار مرة انه يجرب شيء جديد حتى وان كان سهل.
فانت هسه بالسادس مسؤوليتك الوحيده انه تقرا تنجح، بينما اذا طلعت من السادس يعني خصوصا اذا كنت ولد فلازم تشتغل تكون نفسك تدرس عندك 5 سنوات لازم تكون نفسك بيها، واذا ما كونت نفسك بيها فراح تصير متاخر عن ربعك كلهم. الحياه يعني راح تشعب، هي صعوبه السادس راح توزع على باقي الاشياء، يعني كان شيء صعب واحد هنا راح يصير عندك اشياء متوسطه. لا تعيد حتى تبقى بمنطقه الراحه. انت اذا حصلت المعدل اللي دخلك القسم اللي تريده توكل بالله، ها هي حتى وان كان مو القسم اللي تطمح له بس قسم ثاني انت تحبه يوصلك الى معدلك، فنصيحة لا تعيد حرفيا، لان حرامات سنة كلش هواي سنة. فلا تخلي عقلك يضحك عليك، روح شوف لك اي قسم تحبه يقبله معدلك وقدم عليه. الحياة ما واقفة على الطب والهندسة وهاي السوالف، اذا انت معدلك يوصلك للقسم اللي تريده فها هي روح خالي. بحال ما وصلك وكان ما بيك حال تعيد فشوف القسم اللي تحبه يعني اللي بعدهن تحبه وقدم عليه، وبالتوفيق ان شاء الله. ولا حد يقول لك ماكو تعيينات وهاي كلاوات وما ادري شنو، ترى اكو طب وبعد ما متعينين، ومدرسين ذاك اليوم تخرجوا وتعينوا. فهي أرزاق ورا جهدك، وإذا أنت أبدعت بمجالك مهما كان فصدقني راح تلقى الشغل. وبس لهنا وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله استفادتوا معده. في أمان الله.